ونجحوا فعلا في فتحه، وفي أقل من 4 سنين بس الأندلس تقريبا كلها بقت تحت الحكم الإسلامي. وفي سنة 716 اتأسس إقليم الأندلس كولاية تابعة للدولة الأموية في دمشق. مع الوقت الأندلس ما بقتش مجرد ولاية، دي بقت جوهرة العالم الإسلامي، لأن بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق واحد من أحفادهم اللي هو عبد الرحمن الداخلي قدر يهرب من الشرق ووصل الأندلس سنة 755. وسنة 756 أعلن نفسه أمير الأندلس، وقدر يبني دولة قوية ومستقلة عاصمتها قرطبة. وفي عهده وعهد اللي جه بعده حصل ازدهار علمي وثقافي كبير جدا، واتبنى مدارس وجامعات أشهرهم كانت جامعة قرطبة، غير مستشفيات كانت متقدمة جدا بالنسبة للوقت اللي هو فيه. حتى شوارع الأندلس في الوقت ده كانت منورة، في وقت كانت أوروبا بتعيش في ضلمة حرفية، غير المكتبات اللي كان بيبقى فيها مئات الآلاف من الكتب. وفي نفس الوقت كانت أكبر مكتبة في أوروبا فيها ما يزيدش عن 1000 كتاب. ده غير كمان علماء المسلمين ساهموا في الطب والفلك والفلسفة والرياضيات والعمارة. وكانت قرطبة وإشبيليا وغرناطة من أعظم مدن العالم في الوقت ده. وفي سنة 929 عبد الرحمن الثالث أعلن نفسه خليفة رسمي للبلد، ورجع الخلافة الأموية تاني للأندلس بعد ما كانت انتهت.